بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طالب ودرت لكم اختراع، ودرت اختراع لليبيا. الاختراع هذا بسيط جدا جدا جدا، واللي أهميته بالغة جدا. عبارة الاختراع عبارة عن جهاز أو مستطيل زي ما تشوف فيه مكعب. المهم الجهاز هذا باستطاعته شحن التلفون، أي تلفون في العالم يشحنه لك لمدة تقارب 100 سنة، 120 سنة، مليار سنة، قداش ما تبي انت تشحن. مجرد انت تحط تلفونك في الشحن يشحن، ناحية تلفونك من الشحن يوقف. الجهاز هذا ما يبيش لا مية لا ضي لا كهرباء لا بنزينة لا زيت لا مية لا شيء، ما يخدم بشيء. تحطه حدك، تحطه انت بس يشحن لك تلفونك، تنحي من الشحن يوقف فقط لا غير. والفكرة طبعا مش استحالة حنقول عليها، لأن نحصل لها براءة اختراع. مجرد نحصل براءة اختراع، اللي يبي الفكرة ياخذها، بعدين اللي يبي براءة اختراع يبي الفكرة ياخذها. نجربوها قدامنا تلفون. البطارية فوق تشحنه. وصلنا من الشحن، ركبه تاني في الشحنة. الاختراع هذا مجرد ان جتني الفكرة، وطبعا مكلف شوي هو، لكن جتني الفكرة بما ان وزير الكهرباء نازلين فيه اليومين هذم، والشعب الليبي الحق عنده الحق في النزول هذا في النزول هذا في وزير الكهرباء عنده معهم الحق. لان في الناس خدوا الفلوس متاع اللي بيشروا بيهم العيد، خدوا بيهم مولدات. كيف تو فلوس العيد، في فلوس عيالة بيعيدوا بيهم، مش ياخدوا بيهم مولد. فإن شاء الله هذا يكون جزء من الحل، مش الحل، يكون جزء من الحل، يوفر الطاقة متاع الهاتف المحمول. وبالنسبة التيار اللي يخش للجهاز ما يعادل التيار اللي يخش من الكهرباء العادي هذا. فسرعة الشحن حتكون أسرع. إن شاء الله ينال إعجابكم. شكرا. السلام عليكم.